بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة بزعيم عصابة موجود في مخبأ سري هو ورجالته، ومعاهم راجل عجوز بيرسم للزعيم وشم على ظهره، والزعيم ما بيكونش مستحمل الألم، وبيحاول العجوز يفهمه إن جسمه مش مستحمل وفي خطر عليه، لكنه بيتعصب عليه وبيخليه يكمل غصب عنه. وبيدخل المساعد بتاع الزعيم وبيكون معاه ظرف مقفول، وبيقول للمساعد يفتح الظرف علشان يعرف ايه اللي موجود فيه. ولما المساعد بيفتحه بيلاقي فيه رملة سودا شبه الرماد، ومش بيكونوا فاهمين اي حاجة، لكن العجوز بيتصدم اول ما بيشوف شكل الظرف والرماد اللي موجود فيه، وبتقع من ايده الابرة اللي كان بيعمل بيها الوشم من كتر الخوف. ولما بيسأله الزعيم في ايه بيقوله ان من 20 سنة في شخص جاله واداله نفس الظرف ده، ولما فتحوا انه القطع وظهر لهم شبح وقتلهم كلهم في ثانية. وبيوري له علامة في صدره وبيقول له انه حاول يضربه في قلبه، لكن هو عنده عيب خلقي وقلبه موجود في الناحية اليمين، وعلشان كده الضربة ما جاتش في قلبه وقدر ينجو من الموت. لكن طبعا يا صديقي كله بيضحك على كلامه ومش بيصدقوه. وفجأة بيلاقي راس المساعد بتاعه بتطير، والزعيم بيتصدم وما بيكونش مستوعب اللي حصل، وبيظهر شخص وبيبدأ يكسر كل الأنوار اللي موجودة في المكان، والكل بيطلع أسلحته على أساس إنهم بيتعاملوا مع شخص عادي، وبيضربوا عليه نار، لكنه مش بيتصاب وبيفضل يخلص عليهم واحد ورا التاني، وحرفيا المكان بيبقى كله دم، ومش بيتبقى منهم غير الزعيم والراجل العجوز. وبيمسك الزعيم المسدسات بتاعته علشان يحاول يدافع عن نفسه، وبيقول له انا هديك الفلوس اللي انت عايزها بس سيبني اعيش. لكن الراجل العجوز بيقول له انه مش انسان عادي عشان تقدر تساومه بالفلوس. وفجأة بيحدف سكاكين على ايد الزعيم وبيقطعهم بالسلاح اللي فيهم، وبعدها بيقطع رقبته، وبكده بيكون قضى عليه نهائي هو ورجالته. وبيظهر قدام العجوز وبيبقى لابس نينجا وبيخلص عليه هو كمان. وبنروح للطبيبة الشرعية ميكا، وبتطلب من العميل ريان انه يديها وقت علشان تدور في الملفات اللي معاها علشان تثبت انه عشائر النينجا لسه موجودة، وانهم سبب في جرائم كتير بتحصل من زمان، وان اخر عشيرة موجودة من العشائر التسعة هي عشيرة اوزونو، واللي بياخدوا مبالغ كبيرة جدا مقابل انهم ينفذوا اي جريمة بتطلب منهم. لكن ريان مش بيبقى مصدق اللي هي بتقوله، فميكا بتحاول تثبت له بالدليل ان كلامها صح، وبتطلع له كشف بتحويل مبلغ كبير جدا، وده كان في الوقت اللي حصل فيه اغتيال رئيس الوزراء. وبتعرفه ان العشيرة بتسرق الاطفال وبتدربهم بشكل قوي جدا علشان يكملوا المسيرة من بعدهم. وبنروح لشخص اسمه رايزو، وده بيكون موجود في مغسلة علشان يغسل هدومه، وهناك بتقابله بنت وبتطلب منه المساعدة وبيوافق. لكن يا صديقي بنكتشف ان البنت دي من العشيرة وجاية علشان تخلص على رايزو، وبيدخلوا مع بعض قتال جامد جدا، لكن رايزو بيكون اقوى منها بكتير وبيقدر انه يخلص عليها. ومش بس كده، ده كمان بيحطها في الغسالة قبل ما حد ياخد باله، وبيدخل صاحب المغسلة وبيتصدم لما بيلاقي الدم مغرق المكان، وبيدوروا على رايزو لكنه طبعا بيكون مختفي. وبنعرف بعدها ان رايزو واحد من ضمن عشيرة اوزونو، لكنه قرر انه يبعد عنهم. وبنرجع بالاحداث لورا وبنروح لقائد العشيرة وهو مجمع كل الاطفال اللي بيدربهم، وبيوصل لهم رسالة، وهي انه بيعتبرهم كلهم ولاده ولازم يحبوها يا صديقي زي ما هو بيحبهم. وبيعرفهم على رايزو اللي بيكون اول ليلة معاهم، فالكل بيرحب بيها صديقي زي ما قائد العشيرة قال، ما عدا بنت اسمها كيرا، ودي بتفضل تبصله وهي حزينة. وبعدها بيطلع قائد العشيرة السكينة بتاعته وبيعمل جرح كبير جدا في ايده، وبيقرا عليها تعويذة معينة، وساعتها بترجع ايده زي ما كانت وكأنه ما عملش اي حاجة. وبيعرفهم ان ده سحر العشيرة بتاعته. وتاني يوم يا صديقي بيبدأ يدرب الاطفال، وبيبقى مهتم جدا بتدريب رايزو، وبيدربه على تدريبات قاسية جدا. بعدها بيدخله في اختبار الاتزان، لكن رايزو بيفشل فيه، وعلشان كده بيضربه على رجله لحد ما رجله بتجيب دم، ومع ذلك مش بيرحمه وبيكمل تدريبه ورجله بتنزف دم. وبالليل رايزو يا صديقي مش بيقدر ينام من كتر وجع رجله، وبيفضل يعيط من غير ما حد يحس بيه. ولكن كيرا بتسمعه وبتجيب له نوع نبات بيخفف الألم، وبتحطه على رجله من غير ما حد يشوفها، لأن ممنوع في العشيرة إن حد يساعد التاني، وده لأن الضعيف ملوش مكان ما بينهم. فبيستغرب رايزو جدا يا صديقي من مساعدتها ليه، وفعلا ألمه بيخف وبيقدر ينام. وبنرجع للوقت الحاضر مع ميكا اللي بتروح تقابل مرات أليكس اللي كان بيعمل أبحاث على نفس الموضوع علشان تعرف منها شوية معلومات عنه. ومراته بتقول لها إنه كان بيدور ورا قضية اغتيال رئيس الوزراء وعمل تقرير لفت انتباه كل اللي شافه، لكن من وقتها كل حاجة اتغيرت. وأليكس رجع على بيته وجاب عمال وحطوا كاميرات في كل مكان في البيت، وعملوا كمان إضاءة عالية جدا، وحط إقفال لكل الأبواب علشان يأمن المكان. لحد ما في يوم من الأيام جه شخص على البيت علشان يتكلم معاه، ولما الراجل مشى مراته لقيته خايف جدا، وده عكس طبعه تماما. واليوم اللي مات فيه كل الإضاءات اللي ركبها اتطفت، ودخل شخص عليه البيت وقتله. وبعدها بتطلع لها صندوق فيه ملفات وحاجات أليكس جمعها، وبتسلمه لميكا وبتقول لها ممكن الحاجات دي تنفعك
عشان تقدري تكملي اللي أليكس ما قدرش يكمله. فبترجع على البيت وبتشوف كل اللي في الصندوق، وبتفتح شريط الفيديو اللي بيكون متسجل عليه جريمة قتل أليكس. وبنعرف يا صديقي إن رايزو هو اللي عمل كده، وبتعرفه من شكله. ووقتها بيكون رايزو في بيته بيتدرب على القتال بشكل عنيف جدا علشان يقدر يواجه أكتر من شخص في وقت واحد. وبنرجع بالأحداث مرة تانية ورايزو لسه مع باقي الأطفال وبيتدرب معاهم زي قائد العشيرة ما أمرهم. وبيدخل رايزو في مواجهة ضد شخص بيكرهه، وده لأن الولد بيبقى شايف إن القائد بيفضل رايزو عن باقي زمايله، وكل حاجة في القتال بتبقى مسموحة. وبيقدر الشخص اللي قدام رايزو إنه يضربه ويوقعه على الأرض، وساعتها رايزو بيكون موجوع جدا. وبيتضايق قائد العشيرة إن رايزو اتوجع، وبيقول له إزاي خبطة زي دي توجعك. وبيضربه يا صديقي ضربة جامدة جدا علشان يتعلم معنى الوجع الحقيقي. وبيعرفه إنه لو قدر يتخطى الوجع ده لحد بكرة هيبقى نجح في الاختبار الجديد. وبعد كده بيسيبه وبيمشي. وفعلا بيفضل رايزو لوحده يتوجع من شدة الألم، وبيقدر يسيطر على نفسه وبيقوم مرة تانية. فبيفرح بيه قائد العشيرة جدا، وبيبلغه إنه نجح في الاختبار ده كمان. وبنرجع للوقت الحالي وبنلاقي ميكا اللي بتدور ورا قضية اغتيال رئيس الوزراء، وبيجي شخص من المخابرات وبيحاول انه يتكلم معاها عن اللي بتعمله وعن علاقتها بريان، وبتقوله انهم زمايل مش اكتر ومفيش اي تعاون ما بينهم. وبتروح بعدها ميكا تقابل ريان وبتعرفه باللي حصل، وبتقوله انهم متراقبين ولازم ياخدوا بالهم بعد كده. وبنرجع تاني بالاحداث مع رايزو اللي بيكون في الحديقة مع كيرا، وكانت بتهتم بالنباتات. فبيقول لها ان اللي بتعمله ده غلط، ولو حد عرف هيعاقبوها. لكن كيرا بتقوله ان كل انسان عنده قلب، وبتحاول تفهم رايزو انها عندها مشاعر تجاهه. وبيبان من كلامهم انهم معجبين ببعض، لكن رايزو مش قادر يعبر عن مشاعره زيها. وبنرجع تاني يا صديقي لقائد العشيرة وهو بيتكلم مع رايزو، وبيعرفه انه هيفضل سنة كاملة من غير حواسه اللي بيعتمد عليها، واول حاسة هيستغنى عنها هي عينه. وبالفعل بيغمي عينه وبيبدأ يدربه ازاي يقاتل من غير ما يبقى شايف. وبيدخل رايزو في مواجهة ضد الشخص اللي بيكرهه، وبيقدر رايزو بكل ذكاء واحترافية انه يستخدم سلاحه بشكل صحيح، وبيكسب المواجهة اللي دارت ما بينهم. فبيفرح بيه جدا قائد العشيرة وكيرا. وتاني يوم قائد العشيرة بيؤمر كيرا انها تواجه ولد، وبعدها بيطلع سلاحه وبيطلب منها تقتله قدامه علشان يتأكد انها تقدر تعمل اي حاجة. لكن يا صديقي كيرا بترفض وبترمي السلاح من ايديها في الارض. فبيضطر قائد العشيرة انه يعاقبها وبيضربها ضربة بتجرحها جرح كبير في وشها، وبيؤمر بحبسها من غير اكل ولا مية. فبيتسحب رايزو بالليل من غير ما حد يحس بيه، وبيروح لها وبيحذرها وبيقول لها ان اللي بتعمله ده غلط، وبيديها مية من غير ما حد يشوفه. ولما بتخرج كيرا من السجن اللي كانت فيه بتصنع سلاح علشان يبقى معاها. وبالليل بيكتشف رايزو انها عايزه تهرب من المكان، فبيروح بسرعه علشان يوقفها، لان لو حد اكتشف انها عايزه تهرب هتكون نهايتها الموت، وهو مش عايزها تموت. لكن كيرا بترفض وبتعترف له بحبها، وبتطلب منه يجي معاها بس هو بيرفض، وبيقول لها انه ملوش مكان تاني غير هنا، وبيودعها وبيمشي. وبنرجع للوقت الحالي مع رايزو اللي بيجيله مكالمه تليفونيه علشان يتبلغ بالعمليه الجديده اللي هيعملها. وبينزل الشارع وبياخد من بنت صغيره صوره الشخص اللي هيخلص عليه المرة دي. وبنعرف وقتها ان ميكا هي اللي عليها الدور، وبيكونوا كاتبين له في الورقة كل المعلومات اللي هيحتاجها علشان تساعده في القتل. وبالليل بتقابل ميكا ريان وبيعرفها ان مكتبه حاليا بيتفتش من المخابرات، والوضع بقى خطر جدا، وعلشان كده لازم ياخدوا احتياطاتهم كويس جدا. ولما بترجع ميكا على البيت بتلاقي الجواب، ولما بتفتحه بتلاقي فيه رماد. وبعدها النور بيقطع وبتبقى قلقانه جدا لانها بتحس بحركه غريبه جدا في البيت. وفجاه صديقي بيظهر لها شخص لابس نينجا علشان يخلص عليها، ومش بيلحق يعمل لها حاجه، وده لان بيطلع شخص تاني وبيفضلوا يواجهوا بعض. ومن سرعتهم اللي غير طبيعيه ميكا بتبقى مش قادره تحدد هما مين. وبنعرف وقتها ان العشيره بعتت شخص علشان يخلص على ميكا، لكن رايزو عرف واتدخل وقدر انه ينقذها. وبيتكلم رايزو معاها وبيقول لها لو عايزه تعيشي يبقى لازم تثقي فيا. وطبعا بتوافق لما بتشوف شكله، وده لانها عارفه ان هو اللي قتل أليكس، وبتقوله انها تعرفه وشافته قبل كده في الكاميرات. وكمان بتعرفه انها تعرف كل الجرائم اللي بيعملوها والمبالغ اللي بياخدوها مقابل ارتكاب الجرائم دي. والعشيره كلها بتعرف ان رايزو هو الخاين، وبيقرروا انهم ينتقموا منه ويقضوا عليه هو كمان. وبنرجع بالاحداث بقى صديقي مع كيرا اللي قدرت تتسلق السور لكن ما قدرتش تهرب، وده لان رجاله قائد العشيره مسكوها ودخلوها على السجن. ولما رايزو عرف زعل جدا عليها. وتاني يوم قائد العشيره امر الشخص اللي بيكره رايزو انه يخلص على كيرا، وبيبقى عينه على رايزو وهو بيقتلها علشان يستفزه. وبنرجع مرة تانية للوقت الحاضر، وبيكون رايزو موجود مع ميكا وبيعرفها ان العشيرة كلها هتطاردهم
وهيقدروا يعرفوا مكانهم من خلال ريحتهم، وعلشان كده هي لازم تبعد بسرعة وتسمع كلامه علشان يقدر يحميها. وبتبقى ميكا حابة تعرف ايه السبب اللي خلى رايزو يعمل معاها كده، فبيتضايق رايزو من سؤالها ومش بيبقى عاوز يرد عليها، وبيفتكر لما كبر شوية وقائد العشيرة أمره يدخل يخلص على شخص وياخد منه الساعة الذهب بتاعته. وفعلا رايزو دخل على الشخص ده وقدر انه يضرب رايزو، لكن رايزو مسابوش غير لما قضى عليه نهائيا واخد الساعة بتاعته وطلع يسلمها لقائد العشيرة علشان يعرفوا انه قادر ينفذ المهمة. فالقائد طلب منه انه يحتفظ بالساعة لنفسه علشان كل ما يبص عليها يفتكر النصر اللي قدر يحققه. وبعدها بيجيب له بنت من العشيرة خانتهم وكانت عايزة تهرب زي كيرا، وبيطلب منه انه يخلص عليها علشان يثبت ولاءه ليهم. لكن يا صديقي رايزو بيفتكر حبيبته اللي قتلوها قدام عينيه، وساعتها بيطلع سلاحه وبيضرب بيه قائد العشيرة في وشه، وبيتعصب القائد جدا من اللي عمله وبيأمر كل الشباب اللي معاه انهم يخلصوا عليه، وبيدخلوا في قتال مع بعض ورايزو بيضربهم بكل قوته، لكن للأسف مش بيقدر يخلص عليهم كلهم، وبيفضلوا كلهم يضربوا فيه من غير رحمة لحد ما بيقدروا يطعنوه أكتر من طعنة وبيقع في البحر. وهنا يا صديقي بنفهم هو ليه حمى ميكا منهم ومن شرهم، وبنرجع للوقت الحالي وبتعرف ميكا إنه عايز يلاقي قائد العشيرة علشان يخلص عليه، وبعدها بيروحوا مع بعض على مكان أمان يقعدوا فيه. وبتتصل ميكا على ريان وبتعرفه باللي حصل معاها، وبتطلب منه إنه يساعدها ويقول لها على مكان يتقابلوا فيه، وبيروحوا هما الاتنين على المكان اللي قال عليه ريان. ولما بيوصلوا بيحس رايزو إن في حاجة غلط هتحصل، وفجأة بيلاقوا قوة هجمت عليهم وبيكهربوه علشان يقدروا يمسكوه، وفعلا بياخدوه معاهم علشان يحققوا معاه. وميكا بتبقى متضايقة جدا من تصرف ريان وبتحاول انها تتكلم معاه علشان يتراجع، لكن ريان مش بيبقى حابب يسمع اي حاجة، وده لانه شايف رايزو قاتل ولازم يتحاسب على اللي عمله. لكن يا صديقي ميكا بتعرفه ان العشيرة بتاعته بتطارده وبقالها سنين وهو عايز ينتقم منهم بسبب اللي عملوه فيه، فبيطلع ريان جهاز تتبع وبيديه لميكا وبيطلب منها تفعله وقت ما تقع في مشكلة وهو هيوصل لها. فبتدخل بعدها ميكا رايزو علشان تعتذر له وبتعرفه انها ملهاش ذنب في اللي حصل، لكنه بيقول لها انه عارف انها ملهاش ذنب وانه مش زعلان منها. وبتطلع وبتتكلم مع ريان علشان يشوف حل بسرعه لان ما عندهمش اي وقت. وبتقدر ميكا انها تعمل خطه علشان تهرب رايزو من السجن، وفي نفس الوقت يا صديقي القوات بيلاقوا نفسهم محاصرين من العشيره وبيخلصوا عليهم بطريقه بشعه جدا. فبتجري ميكا على رايزو وبتفك ايده علشان يهربوا سوا، لكن المكان بيكون فيه اشخاص من العشيره واشخاص من الشرطه، وبيدخل رايزو معاهم في قتال عنيف. وميكا يا صديقي بتبقى خايفه جدا وبيحاول واحد من العشيره انه يقتلها، لكن رايزو بيدافع عنها وبيقدر ينقذها وبيخلص عليه. وبعدها بيطلب من ميكا انها تروح على العربيه بتاعتها علشان تهرب من المكان، وده لانه عارف ان معظم العشيره موجودين في المكان ومش هيسيبوا اي حد عايش. وفعلا بعد ما بتخرج بتبدا مجموعه كبيره من العشيره تهجم عليه علشان يقتلوه، لكن رايزو شجاع جدا وقوي وبيقدر انه يتصدى ليهم، لكن عددهم كان كبير جدا لدرجه انه كان كل ما يتخلص من مجموعه تهجم عليه مجموعه تانية لحد ما بيتصاب وجسمه بيكون مليان جروح. وبتفضل ميكا في العربيه مستنياه يخرج علشان يهربوا مع بعض، لكن يا صديقي رايزو بيبقى عمال يقاتل كل اللي بيطلع في وشه وحالته بتبقى وحشه جدا بسبب الجروح اللي عمال يتصاب بيها. وفي نفس الوقت مجموعه من العشيره بيعرفوا ان ميكا موجوده في العربيه، فبيقرروا انهم يروحوا علشان يخلصوا عليها، لكن ميكا بتقدر تدافع عن نفسها وبتتحرك بالعربيه وبتخبط في اي حد يقابلها. ولما رايزو بيتعب من القتال بيلاقي نفسه خلاص مش هيقدر يسد معاهم، فبيحاول انه يهرب منهم ويطلع للشارع، لكنه مش بيقدر يفلت منهم بالسهوله دي وبيلاقيهم مستنيينه بره، وواحد منهم بيبقى خلاص على وشك انه يقتله، لكن بتظهر ميكا في الوقت المناسب وبتضربه بالعربيه وبتاخد رايزو معاها في العربيه وبتطير، وبتبقى عايزه تاخده للمستشفى علشان تطمن عليه، لكن رايزو بيرفض وبيكلمها ريان وبيعرفها ان في ناس كتير متورطين في القضيه دي ولازم هي تبقى معاه دلوقتي، لكنها بترفض، وده لان همها الوحيد انها تنقذ رايزو. وبتقفل السكه معاه وبعدها بيروحوا على البيت وبتشكره ميكا على انه قدر ينقذها، وبعد كده بينام من كتر التعب وبتقرر انها تحط خطه علشان تقضي بيها على العشيره بالكامل، وبتحط جهاز التتبع في ايد رايزو، وده لانها عارفه ان العشيره هتيجي على البيت، وبكده هيقدروا يحددوا المكان بتاعهم من خلال الجهاز. وبعدها بتهجم الشرطه على المكان اللي فيه ميكا، لكن مش بتلاقي غيرها وبتعرف ان العشيره خطفت رايزو، وفعلا العشيره بتاخد رايزو عندهم علشان يتعاقب على كل اللي هو عمله، وخصوصا مع قائد العشيره، وبيكتفوا القائد بتاع العشيره قدامهم وبيقول له ان هو كان معتبره زي ابنه وكان بيدربه علشان يبقى قائد العشيره من بعده، لكن هو بقى اللي غدر بيه وخانه، وبيفضل يضرب فيه علشان يندم على كل
كل اللي عمله. وعلى الرغم يا صديقي من كل الألم اللي رايزو بيتعرض له، إلا إنه بيفضل صامد وبيفضل يضربه بكل قوته لدرجة إن إيده بتدخل في بطنه، وساعتها بيطلع دم كتير من بقه، وبيطلع معاه جهاز التتبع اللي كان معاه، وكل اللي موجودين بيتصدموا لما بيشوفوه وبيعرفوا إن كده هيحصل هجوم عليهم. ففي نفس الوقت فعلا بيتضرب عليهم صواريخ وقنابل، وبيحصل هجوم كبير جدا من أفراد الشرطة والقوات الخاصة، وبيقدروا يخلصوا على عدد كبير جدا من العشيرة. وبتنزل ميكا من العربية وبتفك رايزو وبتحرره، وبينزل ريان وبياخد ميكا علشان ترجع العربية، ورايزو بيروح ينتقم من قائد العشيرة، ولكنه بيلاقي قدامه الشخص اللي بيكرهه ومعاه مجموعة من العشيرة، فبيخلص عليهم واحد ورا التاني، وبكده يكون جاب حق كيرا لأن هو اللي قتلها. وبعدها بيدخل على المكان اللي فيه قائد العشيرة علشان يخلص عليه، بس قائد العشيرة بيكون أذكى وأسرع من رايزو بكتير، وبيستخدم كل مهاراته القتالية علشان يسيطر عليه، وبيبقى حرفيا خلاص هيموته، لكن ميكا بتتدخل وبتضرب عليه نار، وقائد العشيرة بسبب سرعته وقدرته على الاختفاء مش بيحصل له أي حاجة، ورايزو بيخاف عليها جدا وبيطلب منها تهرب بسرعة، لكن للأسف مش بتلحق لأن قائد العشيرة بيظهر من تاني وبيضربها ضربة في قلبها فبتقع على الأرض. ساعتها صديقي رايزو بيتصدم من منظرها، وده بيخليه يتشجع وبيستخدم مهاراته القتالية هو كمان، وبيفضل يختفي ويظهر لحد ما بيخلص على قائد العشيرة نهائيا، وبياخد ميكا وبيخرج بيها بره علشان يحاول ينقذ حياتها، وبيحط ايده على قلبها وبيقرا التعويذة. وبالفعل يا صديقي بترجع ميكا تاني للحياة، وبنعرف ان هي كمان قلبها في اليمين، وعلشان كده الضربة ما اذتهاش. وبيرجع رايزو بعد ما المكان كله اتدمر، وبيهتم بالنباتات زي ما كيرا كانت بتعمل، لكن المرة دي بدون اي خوف، وبيرمي الساعة اللي قائد العشيرة طلب منه انه يحتفظ بيها، وبيفتكر كيرا، وبيطلع على السور اللي هربت منه، وهنا بيحس لأول مرة بالحرية والحياة اللي ما كانش يعرف معناهم.